المادة ديال 29 من الدستور الجزائري تليق بالماكيست على أنها تليق بالبوليزاري، لأنكم تدافعون عن حق الشعوب المضطهدة. حق الشعب المضطهد الوحيد هو من حارب فرنسا من أجل استقلال الأرض، ولكنه تم الطعن والضرب في هويته وتاريخه الأمازيغي. فهمتي؟ أيوة إلياس، فهمتك. إلياس دقيقة، إلياس إنذار. شوف حتى ولاش مساكت. لا راه يسمع. إلياس راه إنذار. ماشي مشكل، صافي انا حيدته. ما ديريش اكسب، ما ديرش خرجي منه، فهمتي؟ عندك ديري لي اوكي. بون جماعة الخير، بارك الله فيكم على هذا. لا بلاتي الفنك، بلاتي مازال ما كملتش. بلاتي لا تفضلي، دقيقة مهمة جدا. تفضلي. قلتي بأنه هناك جيش، وجيشكم هو من يحمي اللاجئين. أنت اليوم تضرب في هيئة الأمم المتحدة، لأن هيئة الأمم المتحدة تعتبر تلك المناطق هي مخيمات لاجئين تحت قبضة المينورسو، ليس لدى الحق لا للجيش ديالك ولا الجيش ديالي ولا لتكوين أي عصابة متمردة تسمى بالجيش الصحراوي في تلك المنطقة. تلك المنطقة هي مخيمات لاجئين تابعين لهيئة الأمم المتحدة. أنتم قدمتم الأرض من أجل الشعوب، واحد الشعب يريد استقلاله على حسب ما تقول أنت، ولكنك اليوم تضرب في النظام الجزائري وتضرب في هيئة الأمم المتحدة. لديك جيش يحمي اللاجئين. ما دور المينورسو تماك؟ أليس المينورسو تحط تماك من بين الأدوار ديال المينورسو قبل أن يلغى الاستفتاء لتقرير المصير من أحد المهام ديالو؟ أليس مهامها هي أنها تحمي تلك المنطقة من الحروبات والتشاحنات بين جبهة البوليزاريو وبين الجيش الملكي؟ ماذا يفعل الجيش الجزائري تماك إذا كانت تلك الأرض تحت المينورسو وتحت قبضة هيئة الأمم المتحدة؟ إذا أنت كتكذب على راسك. لا اختي الملكه اسمح لي، كي تقولي ارض بدي ارض جزائريه اللي راكي تهضري عليها هي تندوف تحت قبضه الامم المتحده، انا راكي غلطه باسكو هذيك لا ما كنقولش لك ولايه تندوف. لا هذيك ارض جزائريه، هذيك أرض جزائرية ولكنها تابعة اليوم للمخيمات اللاجئين. لا فيها الأمم المتحدة صح، ما تكونش فيها الأمم المتحدة باسكو أرض يا أخي ليست الأمم المتحدة بل مينورسو هي من تحمي، ماشي تحمي. مينورسو راه حتى الصحراء الغربية المينورسو. أكيد. وأنا شنو كنقول لك؟ كنقول لك كنهضر على الشعب اللي كتسميه أنت شعب، اللي عندك تماك اللي كتسميه أنت شعب، أما هو ما سميتوش شعب. أنت كتعطيه شعب فأنا غنمشي معاك. اما تندوف انا عارفه بان والي منطقه تندوف يمكن انا نسولك على الاسم ديالو ما تعرفوش واتحداك قدام واحد من هو والي ولايه تندوف؟ لا ما نعرفوش، حنا خاطر كل خطره عندنا الولات يتبدلوا دونك ما نحفظوهمش، على خاطر انا عارفين بلي كل خطره واحد يمشي هنا والاخر يمشي لهيه يتبدلوا عليها ما نحفظوهمش، ما بغيوش نحفظوهم الملك. ايوا اسمعني، والي ولايه تندوف هو مصطفى دحو هو والي تقريبا ربع منطقة تندوف. لا يستطيع أن يدخل الوالي ديال منطقة تندوف وولاية تندوف لا يستطيع أن يدخل إلى المخيمات إلا بإذن من إبراهيم غالي. قول لي يا سيدي إلياس. الفار واحد السيد جزائري لتحت قال لك الفنك راه مغربي ليس جزائري، وهذه مسرحية. لا الفنك نطالبك بفتح الكاميرا تورينا. لا الحمد لله جزائري. تفتح الكاميرا لا بالهم شو جزائري. لا وريهم الله يجازيك بخير في اطار المصداقيه ديال اللايف عافاك. اوكي هاي الماتريكول ريتو. ما كانش انا حاجه اللي تبين باسكو راني بنيصه بصح هاي الماتريكول. لا جزائري، وكما نقولوا افتخر بجزائرياتي وان شاء الله نموت جزائري ونبقى جزائري ولا يبقى جزائري. الله سعوده استسمح ما كتبش. لا ثاني كان نقول لك الحراش وهذه انا الحمد لله. شو انا قلت لك انا كجزائري نهضر بكل حريه، نعطي الراي تاعي، وقلت لك انا خذني على حساب عقلي. كي كنت نهضر معك الياس قلت لك خذني على حساب عقلي. دونك انا راني نهضر الحاجه اللي راني كما نقولوا كاين كتوبه شوف انا باش نخليك تختم انت هي باش نكمل هذه النقطه للاخوان لان شدتني شويه في ما كيخليك تكمل انت. بالنسبه اللي تيقولوا اللهجه ديالو راه قري، يا اخوان نتوما راسكم يا الجزائر
الجزائريين كتعطيونا الاحقيه ديال التلمسان، راه الفنك ما يعجبوش الحال. ندير عليك ما باغي نهضر لكم بالامانه او نهضر بالاو ياك فوالا توصف هذه نهضر لكم نقول لوغا شعر الغير مخلط وهراني مع التلمسان راه بنت خالة الخاس. وخليو سكت نتوما كتعطيو الاحقيه ان له عرق مغربي، وهذا صحيح لان الفنك تبارك الله عليه مؤدب محترم مرسل، ماشي بحال اغلبيه الجزائريين المنفعلين. فما علينا، خليو البوليزاريو باش نختم معك اخي. انا عندي سؤال للختام، وختامه سيكون مسكا باذن الله ان شاء الله. ما تعرفك او ما نظريتك، ما تحليلك لوجود إيماتريكول وسط تندوف بالاس ايه هذيك شو شتها بصح والله ما تعمقتش فيها كما نقولوا ما بحثتش. شت هذيك لافيت عليه ماتريكول وهذه جوبونس لي مرسيدس ياك الوطن مرسيدس توتومارا كاميرا مغربيه، توتومارا مغربيه. ردوا لها السي الله يكبر. تفضل الفنان. سمعتني قلت لك ما تعمقتش فيها ما بحثتش. شتها نهار اللي حطوها بالك جريده اسبريس هي اللي حطتها وجبونس الوطا مرسيدس. لا جابت هذيك زعما بدي بصح ما تعمقتش فيها ما حاولتش نفهم باش زعما نكون صريح. باش نختموها وباش تعرف بانه لديك اليوم دوله وسط دوله مع الاسف اللي هي الصحراء الغربيه. انا معاك، هي الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. اخر فيضانات كانوا عندكم تاع بشار الله يرحمهم اللي ماتوا. لا ماشي بشار الله يرحمهم، لا ديال تندوف ديال المخيمات. اخر فيضانات كانوا عندكم ارسلتوا لهم المساعدات بطلب من وزير الدفاع ديال الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه حسب قناه النهار وحسب التصريح ديال الحكومه ديالك انت. هذه الاولى. ثاني حاجه، لديك وزير صيد البحري في الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه بتندوف يتعاقد مع وزير الخارجيه ديالك انت بألجير العاصمه. لديك وزير خارجيه الجزائر يلتقي بوزير خارجيه الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه بالجزائر. لديك كذلك قنصليه او سفاره ديال الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه داخل بلدك، ولديك سفاره الجزائر داخل بلدك ايضا في تندوف غير هي بلد ابراهيم غالي. الله شكرا جزيلا لك الفنك. فباش نختم، هذه قلب عليهم بأنه لديك جميع أركان دولة موجودة اليوم داخل الجزائر بحكم وبلسان حكومتك الموقرة، واعترافا من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون كذلك. والفنك آخرها، عندك حتى الإيماتريكول معلنة رسميا داخل الجزائر بأنها للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هنا طبقتم شعار الوطن 1 2 3 فيفا الجيري. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، فخامة الرئيس فرحات مهني، فخامة الرئيس ابراهيم غالي، صحتكم الجزائر الفن. الله يسلمك الملكه. شو بغيت نعطيك حل اضافه، انا نشوف هذا الوقت كاين حناس راهم كما نقولوا لي باش يقولوا هذيك الكلمه زعما يعرفوا واش راح يصير في المستقبل. يعني يقول لك بدي راه كاين مخططات الى اخره الى تقسيم الجزائر الى 5 مناطق ولا ما يعرف. هما اللي بكري كنا في وقت فرنسا نعيطوا لهم كان المنطقه العسكريه الاولى الثانيه الى اخره، بصح راهم يقولوا بدي زعما الجزائر راح تتقسم. انا حبيت نقول كلمه بدي يكون انا كجزائري راح ندافع على ارضي الشيء اللي نقدر عليه. يعني شو واش ما راهم يقولوا بدي الجزائر واش ماشي يصرى في المستقبل، انا كجزائري من ولايه تلمسان راح ندافع على هذه الارض كما اللي دافعوا عليها جدودي. هذه هي الحاجه زعما اللي حابه نقولها. وحتى واحد ما عارف واش المستقبل راه مخبيه، كل شيء راه بين يد الله، ونتمناو حنا خير. توجو نقولها لكم الانسان يتمنى الخير وما حسيناش واش غادي يصرى غدوه. وهذا هو المضمون فيك الفنك الجزائري، انك تدافع عن ارضك كيفما كانت ومهما كانت الاوضاع. لا يدافع عن ارضه فهو مسخوط ارضه بلا شرف يقولوا. برافو عليك. وانا احترم وشكرا جزيلا لك لاحترامك. الله يرحم الله يحفظكم وبارك الله فيكم، ونشوفوا على الساعه